واحد البلوكات شخصيه ديال الجماعه الكل تيعرفوا كاع سينا رئيس الصندوق. حنا كفريق الاشتراكي كنا درنا واحد المعارضه مسؤوله وبناءه وقلنا لهم النقاط اللي كانت تبان لنا فيهم العوجات واللي كان فيهم المشاكل في السياق. الان اتفق الحزب انه التجربه الجديده لصالح ساكنه مدينه الرباط ساكنه العاصمه ديال المملكه المغربيه، واتفق الحزب انني نمثلهم نكون كنائب رئيس ساكن مجلس الرباط. حنا غنعملوا جميع السكان ديال مدينه الرباط كما تعرفون كتطلع ذاك المنصه ما تبقاش عندك حق تتمكن كالحزب ديالك وكتمكن جميع السكان. نتمناو اننا نكون في حسن الظن جميع المواطنات والمواطنين ديال البلاد. درت واحد بخصوص ديالكم مثلا منتج الاستقاله ديال منطقه الرباط، واش انتم غادي تستمروا في هذه الشكايه ولا غادي تخرجوا عليها؟ الشكايه كنا وضعنا ماشي شكايه، كنا وضعنا دوره استثنائيه كانوا فيها واحد النقاط واللي كانوا وقعوا فيها الناس تقريبا واحد 65 ديال المستشارين اللي كتوقعت فيها. هاد النقاط هادو تنتمناو اننا نصادعوا مع الحلفاء ديالنا في المكتب اننا نديروهم. كاين نقاط مهمه منها تغيير القانون الاساسي ديال المجلس. يمكنش اننا نحبسوا الصحافه ما يدخلوش في التصوير نسقطوا الاسئله الكتابيه. هذه تضر في الديمقراطيه وفي الحريات الشخصيه. الدستور المملكه المغربيه تحت صاحب الجلاله انه تاخذ هذا الشيء. دونك حنا غنصنعوا بالطلب ديالنا في هذيك النقاط اللي كانوا في الدورات التصوير ديالكم الرئيسه الجديده. الرئيسه الجديده شوف الرئيسه الجديده حنا عملنا معها كانت شويه العمل في المجلس القديم. تنظنوا ان غيكون توافق وان شاء الله ما يكون. وحنا موجودين كفريق ماشي انا بوحدي من كفريق كامل 9 المستشارين ديال الفريق الشراكي في 8 ديال الاتحاد الشراكي ومستشار من التقدم الشراكيه. حنا كفريق التزمنا باننا بما اننا نتمثلهم في المجلس غنعاونوهم غنتعاونوا كاملين لانجاح هذا المشروع. اللي كيظهر لي هو اننا كاين واحد الاستمراريه في مدينه الرباط، ان نفس التحالف غادي يسير للمدينه واللي تضاف عليه الاتحاد الشراكي والقوى الشعبيه. فاحنا كفيدراليه صراحه حافظنا على الموقع ديالنا في المعارضه اللي غادي تكون استمراريه ديال الدور ديالنا معارضه بناءه. حنا اي حاجه في مصالح ديال المدينه غادي نساندوها، واي حاجه كتعارض مصالح المدينه ومصالح الساكنه في مدينه الرباط غادي نرفضوها بطبيعه الحال. ثم امتنعتوا عن التصويت ما رفضتوش لائحه الرئيسه امتنعت على هذيك القضيه ديال المنع ولا الرفض راه فيها اشكال قانوني، لان ما كيكونش الرفض التصويت ديال الرئاسه. دابا بالنسبه لي ثالث تصويت على الرئاسه ما عمرنا كان حتى لوبسيون ديال التصويت بالرفض. اما كتصوت مع وحده من اللوائح اللي كتكون معروضه اما كتمتنع ما كتصوتش. هذا هو بطبيعه الحال كيف قلت حنا كيبقى الموقع ديالنا في المعارضه موقع ثابت. كيظل ماذا تشكيل الافاق مع الرئيسه الجديده؟ كنتمناو تكون احسن من الافاق اللي مع الرئيسه السابقه. كيف قلت لك حنا اي حاجه في مصلحه كتصب في مصلحه ديال مدينه الرباط حنا مستعدين نتعاونوا عليها ونخدموا من اجلها، واي حاجه غادي تكون ضدها غادي شكرا جزيلا. شكرا. نقول لك يعني الحمد لله كاين الاجماع خاصه بعد المرحله اللي مرات واللي كان واحد تشنجات كبيره. اليوم مرحله جديده مع السيده الرئيسه اللي كنتمنوا لها التوفيق في المناسبه، واللي يكون على يقين ان غتكون تلقى واحد الدعم المسانده من جميع من طرف الجميع، خاصه عندها رغبه بالاشتغال الى جانب الفرقاء ككل سواء اغلبيه ومعارضه. هذا هو اللي علاش ما ترشحتيش انت؟ لا هو ما عمر شي واحد ترشح باش نحطكم في الصوره. المساله ديال هو الاسم ديال الرازي ولا متداول بعد ما وقع داك الشيء مع السيده الرئيسه ولا الاسم متداول. اما كترشيح حطيته في الحزب ما عمرني حطيت الترشيح. انا يلاه نتكافى مع المقاطعه اللي كنتمنى من الله يوفقني فيها، لان المسؤوليه ماشي سهله. اللي كيعتقد هذا راه منصب راه ماشي سهل، وكل ما كتاخذ المناصب كل ما العيون كتجه ليك والافكار تتولي تشتت بالنسبه لك انت، لان هذا اللي فيها الخير. حنا كنامنوا بالقدر اللي فيها الخير الله يسخر فيه. هذا هو اللي يكون وكنتمنى لها التوفيق. هذه مرات فيها انتخابات الرئيسه ديال جامعه الرباط الجديده. المهم كان المجلس كيعرف الجميع انه كان واحد بلوكاج. اليوم الحمد لله تم انتخاب رئيسه جديده من بعد الاستقاله ديال القديمه، وهذا كيبين على التحالف الثلاثي اللي كيقود هاد يعني
هذه الرئاسه. وكيف شفتوا انه كان ترشيح واحد العمده، وهذا خلى انه يكون واحد الانسجام، والنتيجه راه كتوضح هذا الامر هذا. اما المستقبل ان شاء الله انا متفائل بزاف انه غيكون احسن من قبل. درتوا واحد العدد ديال الاجراءات ضد الرئيسه السابقه، واش غتستمروا في ذاك الاجراءات من هذاك الجمعيه، من ذاك الدوره الاستثنائيه، منها شي شكايه، واش غتستمروا في ذاك الشيء ولا غتراجعوا؟ حاليا دابا بالنسبه للرئيسه الجديده ما نظنش غتكون شي حاجه من داك الشيء القديم. علاش؟ لانه هذاك عهد وهذا عهد. هذا العهد هذا متفائلين، وتا تكون الرئيسه الجديده يعني كتسمع لينا وكتسمع حتى المشاكل ديال المقاطعات يعني الساكنه. انا متفائل ومتاكد بان غتكون الامور احسن ان شاء الله. شكرا جزيلا.